مرحبا، معكم المدرسة رزان مهنا، مدرسة مادة رياضيات. اليوم درسنا هو درس من كتاب الصف الثامن، وهو بعنوان الجمع والطرح. يعني عم يقصد فيه هو جمع وطرح الكسور. مثل ما بنعرف نحن في عنا عدة حالات لجمع وطرح كسر مع كسر آخر، فيلي بدنا نبلش فيه اللي هو الحالة الأولى. بالحالة الأولى يلي عاطيني إياها هو بالكتاب أعطيك المقامات موحدة، فمثل ما ملاحظين مقام الكسر الأول 7 ومقام الكسر الثاني 7. بما أن المقامات موحدة فأنا فيني بقوم بعملية الجمع والطرح بدون أي مشكلة، فبحط المقام المشترك نفسه كون المقامات موحدة، وبحط العدد الأول يلي موجود عندي بالبسط هون مع إشارته بالبسط هون، والعدد الثاني يلي موجود عندي بالبسط هون مع إشارته. إذن بيجي بحط العدد الأول مع إشارته والعدد الثاني مع إشارته. المقام مشترك. هلا بحط المقام نفسه، فأنا هون عندي جمع وطرح عددين صحيحين، مثل ما شايفين جمع وطرح عددين صحيحين. بهالحالة هي لما بيكون عندي إشارة سالبة وإشارة موجبة والإشارات مختلفة، شو قلنا بنعمل؟ بنطرح وبنحط إشارة العدد الكبير. 5 وإشارة العدد الكبير عندي إياها سالبة، إذن إشارة العدد الكبير سالبة فبحطها بالناتج، أو بحطها قبل الكسر هون نفس الشي. إذن رح يطلع عندي الناتج ناقص 4 على 7، أو بهذا الشكل بكتبه ناقص 4 على 7. بالحالة الثانية عندي ناقص 1 على 2 زائد 5 على 8. هون أول شغلة بنتبه لها إنه المقامات مانا موحدة، وأنا ما فيني بجمع أو بطرح كسرين إذا ما كانت المقامات موحدة، فأنا بهالحالة هي لازم وحد المقامات. طبعا واضح عندي إنه 2 إذا ضربتها ب4 بتصير 8، فسهل علي إني وحد المقامات هون من خلال إني أضرب هذا الكسر بالعدد 4. طبعا لما أنا بدي أضربه بالعدد 4 بضرب البسط والمقام بالعدد 4، بضرب 4 بالواحد وال4 باثنين، وبخلي الإشارة قبل الكسر مبلقة. إذن أول شيء بحط الناقص، بحط الكسر 4 بواحد 4، 4 باثنين 8، بحط الكسر الثاني مثل ما هو زائد 5 على 8 وبيساوي. هلا صار عندي أنا الكسر الأول والكسر الثاني المقامات مشتركة. انتبهتوا إنه المقامات مشتركة؟ فبحط المقام المشترك نفسه، بحط العدد الأول مع إشارته والعدد الثاني مع إشارته بالبسط، وبقوم هلا بعملية الجمع. إذن هون بحط 8، إذن هون صار عندي المقام مشترك حطيته نفسه. هون بقوم بعملية الجمع، عندي عددين مختلفين بالإشارة، بحط إشارة العدد الكبير وبطرح. إذن هون بدي أطرح لأنه الإشارات مختلفة، بحط إشارة العدد الكبير اللي هو 5 وبطرح، بقول 5 ناقص 4 1، وإشارة العدد الكبير اللي هي 5 موجبة، بحطها أو ما في داعي أحطها لأنه العدد اللي ما له إشارة إشارته موجبة. إذا طلع معي الجواب زائد 1 على 8. بالحالة يلي بعدها عنا 5 على 6 زائد 3 على 4. ما في عدد بضربه بالأربعة بيعطيني 6، فهون شو بدي أعمل؟ مثل ما شايفين عندي الستة شو مضاعفاتها؟ 6 12 24. بوقف. هلا هون الأربعة شو مضاعفاتها؟ الأربعة مضاعفاتها 4 8 12. طبعا هون ظهر عندي أول مضاعف مشترك لهذا العدد مع هذا العدد، إذا ظهر المضاعف المشترك اللي هو 12. فبيجي أنا شو بعمل هون؟ لازم خلي المقامات المشتركة 12،
هذا المقام وهذا المقام لازم يصيروا 12. كونه طلع معي أول مضاعف من مضاعفات الأعداد يلي هو مشترك عندي هو 12. إذا من مضاعفات الستة مضاعفات الأربعة طلع عندي أول مضاعف مشترك هو 12. فبيجي أنا بعمل هذا الكسر مقام 12 وهذا الكسر مقام 12. الستة كيف بتصير 12 إذا ضربتها باثنين؟ الأربعة كيف بتصير 12 إذا ضربتها بثلاثة؟ ولا تنسى أنك عم تضرب أنت البسط والمقام، وهون كمان عم تضرب البسط والمقام. عفوا، هون ما في إشارة قبل الكسر، يعني إشارته موجبة. فهون 2 ب5 10، 2 ب6 12، زائد 3 ب3 9، 3 ب4 12، ويساوي. صار عندي المقام مشترك، بحط المقام المشترك وبجمع البسوط. عندي زائد 10 أو 10 زائد 9 ويساوي، بحط المقام نفسه 10 زائد 9 19. هذا الكسر قابل للاختزال غير قابل للاختزال. عندي 19 عدد أولي فردي و12 عدد زوجي، ما فيني بختصرهم ولا على أي عدد. إذا هذا العدد وهذا العدد غير قابلين بقى للاختصار. إذا هذا هو الكسر المختزل النهائي. بنيجي على الحالة يلي بعدها. بالحالة يلي بعدها عندي ناقص 2.5 ناقص 1 على 3. طبعا هون أنا ما فيني بقوم بعملية الجمع. ليش؟ لأنه أنا لازم يكون عندي كسر مع كسر. هون كيف بحل هذا التمرين؟ بحط المقام واحد، صار عندي مقام هالكسر 1 ومقام هالكسر 3 عفوا. هلا هون مباشرة كون المقام عندي هون 1 فبضرب ب3 لحتى تتوحد عند المقامات ليصير مقام هذا الكسر مثل مقام هذا الكسر. إذا الواحد إذا ضربته ب3 رح يصير عندي مقام هذا الكسر مثل مقام هذا الكسر، فبضرب هذا الكسر كله ب3 بصير عندي هون ضرب 3 وهون ضرب 3. هلا رح نضرب. هلا 3 ب2.5 والإشارة سالبة قبل القوس. 3 ب1 3 ناقص 1 على 3 ويساوي عندي مقام المشترك، ورح يصير عندي ناقص 7.5 ناقص 1. رح يطلع عندي الجواب النهائي ناقص 7.5 وناقص 1. ونحط الإشارة ذاتها وبنجمع لأنه الإشارات مشتركة. إذا نضع الإشارة ذاتها ونجمع لأنه الإشارات مشتركة، فصار عندي هون ناقص 7.5 وناقص 1 رح يصير ناقص 8.5. جمعت ناقص 7.5 مع الواحد طلعت 8.5 وحطيت الإشارة نفسها على 3. طبعا أنا هون فيني بكفي وبختصر انه بضرب البسط والمقام لأتخلص من الفاصل. رح يصير عندي 85 على 3 30. رح يصير عندي ناقص 85 على 30. فيني برجع بختصر على 5. هون البسط والمقام، هون بختصر على 5 وهون على 5. فرح يطلع عندي 85 على 5 17، 30 على 5 6. وهذا هو الجواب النهائي. إذا ناقص 17 على 6. ما بننسى الإشارة السالبة هون. هلا عندي بهذا التمرين اللي موجود عندي بالأخير هو عاطين لك هي قيمة الكسر 5 على 3 ناقص 7 على 6 زائد 3
6 9 12 15 18 21 24 بوقف. يعني كوني كتبت كذا رقم بوقف هذا هون. هلا بنيجي على الستة. شو مضاعفات الستة؟ الستة مضاعفاتها 6 12 18. بنلاحظ هون 18 مشتركة. بنوقف. هلا بنكفي هون. معني شو مضاعفاتها؟ 16 24. هون ما في 18 فهون بكفي. بعد 18 شو بيجي عندي؟ 24 من مضاعفات الستة. إذا هون عندي طلع معي المضاعف المشترك الأصغر هو 24 مثل ما ملاحظين. هلا أنا فيني بكفي هون بس ما بقى في داعي. أول مضاعف مشترك ظهر عندي مشترك بين هالثلاث أرقام هو ال 24. إذا هو المضاعف المشترك الأصغر هو ال LCM، هو عبارة عن ال 24. فالثلاث مقامات هون لازم نسويه 24. المقام الأول كيف بسوي 24؟ 3 بشو بضربها بتصير 24؟ بضربها ب8. 6 بشو بضربها؟ بضربها ب4. 8 بشو بضربها؟ بضربها ب3. تمام؟ هلا أنا هذا الكسر رح كفيه هون تحت. رح كفي هون. هلا هون 8 رح اضربها بالبسط وبالمقام، ال4 رح اضربها بالبسط وبالمقام، وال3 هون رح اضربها بالبسط وبالمقام. طبعا ما بنسى الإشارات. أول شيء 5 على 3 الإشارة قبلها موجبة فما بحط شيء. 8 ب5 8 ب3 24. بعدين بحط الإشارة السالبة. 4 ب7 28. 4 ب6 24. بحط الإشارة الموجبة وبحط الكسر. 3 ب3 9. 3 ب8 24. هلا بيجي بحط ال 24 اللي هي المقام المشترك بين هالثلاث كسور نفسها. بحط العدد الأول مع إشارته ال 40، العدد الثاني مع إشارته ناقص 28 اللي موجود بالبسط هون، العدد الثالث مع إشارته زائد 9. فرح يطلع عندي هون. هلا بجمع الأعداد الموجبة مع بعض. 40 و9 49، والناقص 28 بخليها لحالها على 24. رح يطلع عندي الجواب 21. ليش؟ على 24. ليش؟ لأنه عندي عددين مختلفين بالإشارة. بطرح وبحط إشارة العدد الكبير. 9 ناقص 8 1، و4 ناقص 2 2، وإشارة العدد الكبير يلي هي 49 يلي هو 49 موجبة فبحطها هون، أو ما في داعي أحطها كونه بحطها هون. بتصير عندي 21 على 24. فيني بختصر هذا الكسر على 3. بسط المقام بختصره على 3 لأنه ال 21 وال 24 من مضاعفات العدد 3، فرح يطلع بسط 7 والمقام 8. وهذا هو الكسر المختزل النهائي. إذا لازم يكون بالشكل المختزل حتى أحصل على العلامة الكاملة.